السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرت قبل كده الكون ده ممكن ينتهي ازاي؟ ناس كتير بتفتكر ان النهاية هتبقى انفجار ضخم زي البداية، لكن الحقيقة اعقد بكتير واكتر رعبا. الكون من وقت الانفجار العظيم وهو بيكبر بيتمدد بسرعة خرافية، لكن السؤال اللي حير العلماء: هل التمدد ده هيستمر للأبد ولا ممكن يرجع كل شيء وينكمش تاني؟ ومن هنا بدأوا يطرحوا 3 سيناريوهات لنهاية الكون، كلها مرعبة. في البداية قبل ما نبدأ ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. السيناريو الأول الانسحاق العظيم أو بيسموه The Big Crunch. النظرية دي بتقول إن في احتمال إن الجاذبية في يوم من الأيام تنتصر على التمدد. ساعتها كل الكواكب والنجوم والمجرات هتبدأ تتقرب من بعضها، والكون كله هينضغط زي كرة صغيرة جدا لحد ما يوصل لنقطة واحدة ساخنة جدا وتنتهي كل أشكال الحياة، كأن الكون بينتحر بنفس الطريقة اللي اتولد بيها. السيناريو التاني الموت الحراري أو بيسموه هيت ديث. السيناريو ده بيقول لو التمدد استمر للأبد المجرات هتفضل تبعد عن بعض أكتر وأكتر، النجوم هتنطفي واحدة ورا التانية، هيبقى مفيش طاقة ولا في حرارة ولا في حياة، هيفضل الكون برد ومظلم مليان رماد نجوم وأشباه كواكب، وبيسموها النهاية الباردة أو موت الكون البطيء. السيناريو الثالث التمزق العظيم أو بيسموه البيج ريب، وده تقريبا أكتر السيناريوهات جنونا. بيقول السيناريو ده لو الطاقة المظلمة اللي بتخلي الكون يتمدد فضلت تزيد هتبدأ تمزق كل حاجة، هتبدأ بالمجرات وبعدين النجوم وبعدين الكواكب، وفي النهاية حتى الذرات نفسها هتتفك، يعني الكون كله هيتقطع حرفيا لذراته الأساسية. في الآخر مفيش حد يعرف امتى ده ممكن يحصل، ممكن بعد مليارات السنين، لكن الشيء المؤكد ان الكون له بداية وله نهاية، لان ده سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، وما دايم الى الله سبحانه وتعالى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد. سلام عليكم.